يا ود الناس من الاخر كده انا ما عايزك، انا ما دايرك افهمها، ما دايرك، ما عايزك. بعد ال5 سنين اللي عشناها سوا دي 5 سنين دي عملت فيها شنو؟ انجزت فيها شنو؟ ما يا هو قاعد وعاطل، فلنفترض زوجتني الليله هتاكلني من وين؟ يا وجن انا مستعد عليك اللي دي وهتزوجك. كلتك دي بيعه وتعشى بيها، ما بتلزمني. ولا اقول لك حاجه، تعال الجمعه الجايه عايزناك، تعال عشى معانا. بمناسبة شنو؟ يتقدم لي واحد ومغترب. لا يتقدم لك واحد ومغترب كمان؟ تبي كليتك كمان؟ الليلة الفوز جاك بلا شكله الليلة المشاهدات حتكون بالمليار عديل. الليلة اليوم ده قافل ترند مود كلي ها. ده داري يبيع كليته هو يا بشر بشير على ايامات ده ترندات مقفله فل يا زول بمزاج. جدل جديد يتصدر الترند في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. في أقل من 5 دقائق شاب سوداني صرح في حديثه أنه مستعد عن بيع كلوته ليتزوج محبوبته، وصرحت محبوبته قالت: أنت عاطل عن العمل وكليتك دي بيعة وتعشى بيها. تابعوا معنا التفاصيل مع الشاب والشابة من قلب الحدث. مرحبا بكم ومرحبا بكل متابعينا. نشوف الأسباب اللي خلتك إنك تصرح تبيع كلوتك شنو عشان ما تتزوج محبوبتك. بالنسبة لشنو؟ صرحت إنك عايز تبيع كلوتك عشان ما تتزوجها، السبب شنو؟ لا انتوا وصل لكم الخبر منو؟ عبر ترند الساعة. ايوه عبر ترند الساعة. والله أول حاجة في البدء بقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية للحجة والتحية للحاج وأخوي مصطفى، طبعا زول شريك في البيت. طيب أول حاجة أنا أبيك التي ما أبيها دي حاجة أنا بتخصني ودي حاجة خاصة بي، وأنا قاعد أعبر لها عن حبي بس ما أكتر من كده. وأساسا الموضوع ده تمثيل وذاك المصور، هنا بنمثل وبنصور في دراما، وانا ما اعرف وصل الخبر ده منو وصل حاجه غلط، عرفتي؟ ما حقيقيه؟ هو الخبر ما حقيقي، خبر مدلل، تمام؟ على ما يبدو انه الناس اتداولت حاجه غلط، وانا ما اعرف منو اللي جاء نشر الحاجه دي او صورنا ونشر الحاجه دي، عرفتي كلامي؟ فعلى ما يبدو انه اتداول له حاجه غلط، وفي حاجات كثيره سيئه وغلط الناس بتتداولها بسرعه شديده. وانا رسالتي للناس اللي بتداولوا الحاجات الغلط دي والاخبار الغلط دي عشان مثلا يكسبوا من وراها حاجه، انا ما اعرف تقريبا الناس اللي بيكسبوا شنو الحاجه دي، ما اعرف. الرساله اللي انا داير اقول عليهم انه الحاجه دي هتكون محسوبه عليكم، تمام؟ لانك انت بعد تموت ما هتلقى زول يمسح لك الحاجات اللي انت بتنشرها، وانت عارف الحاجات دي غلط وعارفها سيئه، وانا ما اعرف الهدف من الحاجات دي شنو، انت بتنشر الحاجات دي انا ما اعرف هدفك شنو. فده كلامي يعني. وبدل الناس تداول مواضيع ما لها فايدة، في حاجات كتير إيجابية ممكن نخلي العالم كله يقتنع بيها. واقرب مثال الشاب ده في عز الهم فضل في الدم، وخير كتير ما بينحسب بكم، هزمنا الليل عشمنا كبير، وباكر جاي ما فيه إلا الخير.